السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل لكم بابا غنوج يا ولاد. اها بابا غنوج كهواتي كري جرو مسكاي جرو اتاكا كاندي لوك بيدا يلينجر شكا شك جا كاندي يعني السكينة بعملها بالسكينة كده. وايه بحطها في زيت بسيط يعني مش كتير زي معلقتين كبار كده. وهو يا جماعة هحطها بقى ايه ووطي النار خالص. ده كان بايت عندي بقاله كتير، كان يمكن كان هيخسر شوية وكان هيبقى يبوظ يعني. فحطيتها في زيت بسيط وغطيت النار خالص وغطيتها. اها الساعة كويدة هجلبر يعني. اهو اضطر من تحت يا ولاد بقلبها يعني. جربل يعني ايه جلبر يعني ايه بقلب. وكانت جميلة بابا غنوج انا يا هتشوفوها. جماعه تعبانه وقاعده متغطيه اهو. بابا اهو غنوش بصراحه تيتا عملته حلو. اهو يا جماعة قشرتها. توتة تعبانة شوية. ادعوا لها بقى عندها برد انا متغطيه دلوقتي. اهو قشرت كله يا ولاد وهحط في الخلاط، وانا كنت عاملة طحينة وهنزل لكم الطحينة كمان. اهو يا ولاد حطيت طحينة وحطيت اسمه إيه ده كمون. المفروض بقى ايه بعد ما نخلص لما نيجي نحط في الطبق انا بحط خل او ليمون او توم وزيت بسيط كده. ما بحطش هنا بقى الحاجات دي عشان ايه من غير ما تحطي بقى ايه توم وكده بيقعد في التلاجة قد كده. اهو يا ولاد خلصنا. وهو ايه بحطها ايه في اسمه ده جميلة والله العظيم حلوة قوي. عملناها ما شاء الله جميلة عجبتهم كلهم. بدل ما بيحرقوا في اسمه ده بصراحة في النار ما بيبقاش حلو، بيبقى ريحة حرق كده لما تيجي تعملي بابا غنوج. لكن دي الله يرحمها والله هي اللي كان بتعملها، الله يرحمها ويغفر لها ويغفر للناس